صباح الفل، انا سامي الطماوي، والنهارده هحاول اجاوبكم على سؤال من اكتر الاسئله اللي كانت بتدور في دماغي وبتدور في دماغ ناس تانية كتير. هو اني لو عندي كتاب اقراه بالانجليزي ولا اقراه بالعربي، مع العلم ان انا الانجليزي مش اللغه الاساسيه بتاعتي. زي كتاب زي ده، العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، موجود منه برضو النسخه الانجليزي The 7 Habits of High Effective People. اختار ايه؟ اقول لك انا رايي الشخصي، تختار ايه؟ رايي الشخصي انك على قد ما تقدر تحاول تروح للنسخه الانجليزي. ليه؟ اولا انك تعود نفسك تقرا كتب انجليزي، ده بيساعدك في حاجات كتير قوي. رقم واحد، انك بتفتح لنفسك بوابة جديدة من العلم ملهاش حصر ولا عدد. الناس دي للأسف متقدمة عننا في مجالات كتير قوي، واللغة الانجليزي هي اللغة الرقم واحد في العالم دلوقتي، مش من حيث الاستخدام بس من حيث انها اللغة الاساسية اللي لازم تبقى موجودة في كل الدول. وده بيخلي ناس كتيرة من النيتيف انجلش سبيكرز اللي بيتكلموا انجليزي زي الامريكان او الانجليز او النون نيتيف انجلش سبيكر زي ايا كان حد في العالم، لما بيحبوا يحطوا افكارهم في حاجة بيروحوا للانجليزي علشان عارفين الانجليزي ده كل الناس تقريبا بتعرف تقراه. فده رقم واحد. فده مخلي كمية العلم وكمية الاكسبيرينس وكمية المعلومات اللي موجودة في اللغة الانجليزية مش هتلاقيها في اي لغة تانية للأسف. احنا زمان في كم ألف سنة ولا كم من زمان، ده أيام ما كنا احنا وأيام الأندلس وأيام المكاتب الكبيرة وأيام الكلام ده، كنا احنا متقدمين عنهم في حاجات كتير قوي. بس للأسف دلوقتي الوضع اختلف شوية. حتى كمان في كتب كتير قوي أنا قريتها بالإنجليزي، أصحابها اللي كاتبينها مصريين أو عرب بس كاتبينها بالإنجليزي بس ومش مترجمة للأسف. فده رقم واحد، بتفتح لنفسك بوابة كبيرة ملهاش حصر ولا عدد من كمية معلومات رهيبة. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكومبيتيشن والفرايتي، بمعنى المنافسة. كل موضوع هتلاقي فيه اكتر من 10 20 30 كتاب بيتكلموا في نفس النقطة، ودي هتساعدك قوي، لان كل واحد فينا ليه اسلوب مختلف في طريقة القراية، ليه خلق ضيق عن التاني. في ناس بتحب الكتب القصيرة، في ناس بتحب الكتب اللي تكون صريحة وداخلة في النقطة ومديني الزتونة بالظبط، وفي ناس بتحب القصص. فلما بتخش في مجال معين وبيكون في عندك 20 او 30 كتاب بيتكلم فيه باسلوب مختلف وبطريقة مختلفة، بيخليك في مكان بتبقى الموضوع بالنسبه لك اسهل بكتير قوي ان انت توصل للي انت عايزه وتوصل للريزلت اللي انت عايزها والنتيجه اللي انت عايزها، اللي هي ان انت تتعلم الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، هيساعدك قوي 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 في موضوع اللغه. ازاي؟ انا عارف ان انت لما هتيجي تبتدي الموضوع هيبقى تقيل، هتحس ان هو صعب، بياخد وقت، بتحاول تقرا وبعدين كل شويه بتقف ومش عارف معنى الكلمه دي. بس ده في الاول، بس مع الممارسه هيحصل لك حاجتين. اولا، كل ما هتيجي هتحاول تقرا هتلاقي نفسك واقف عند كلمه جديده، لازم تبقى جنبك الابليكيشن جوجل ترانسليت او اي ابليكيشن لترجمه تترجم الكلمه وتبص، تترجم الكلمه وتبص. فانت اول حاجه بتتعلم المعلومه اللي الكتاب بيحاول يقولها. رقم اتنين، انت بتتعلم كلمات جديدة انجليزي، واحسن حاجة من احسن الطرق اللي تتعلم فيها كلمات جديدة انجليزي انك تتعلمها في سياق معين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تمسك مثلا جدول كده فيه 10 او 15 كلمة وتقعد تحفظهم كلمة كلمة، مش زي انك تمسك الكلمات هي وتحطها في جمل وتبتدي تقراها، لان الموضوع وان انت بتقراها في سياق بيخليها تثبت اكتر. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، بينمي لك مهارة ان انت تقدر حاجة بيقول عليها تانتسيبيت او بريدكت. لو انت بتقرا جملة وعارف فيها 10 كلمات عارف معانيهم، وهي الجملة 11 كلمة، في كلمة واحدة مش عارف معناها، بعد فترة انت بتلاقي نفسك مع الوقت بتبتدي تقدر تفهم الكلمة من السياق من غير ما تترجمها. ودي دي من مهارة حلوة قوي قوي قوي، هتساعدك جدا في ان انت تطور اللغة بتاعتك، وهتساعدك كمان في الكونفرزيشن دي، تتكلم مع حد وفي وسط الكلام يقول لك كلمة انت مش عارفها، لو انت ابتديت تنمي المهارة دي ان انت تفهم الكلمة من السياق هيساعدك قوي. فدي من الحاجات اللي انت هتستفاد بيها لو ابتديت تدخل نفسك في مجال ان انت تقرا الكتب بالانجليزي. ابتدي واحدة واحدة
وانا عارف الموضوع خلق ضيق، بس خلي في اعتبارك ان انت لما بتيجي تقرا كتاب انجليزي انت مش بس بتقرا كتاب انجليزي، انت بتقرا كتاب انجليزي وبتتعلم انجليزي وبتفتح لنفسك مجال مختلف على ثقافه مختلفه، لان الراجل اللي بيكتب الكتاب بالانجليزي ده غالبا بيشرح لك قصص في النص وحاجات ليها علاقه بالبلد اللي هم فيهم وطريقه تفكيرهم فبيفتح لك مجالات مختلفه قوي. فوسع على نفسك وحاول على قد ما تقدر، لو في قدامك اختيارين دور على الاختيار الانجليزي الاول، هياخد منك وقت في الاول بس صدقني على اللونج تيرم، على المدى البعيد هيفيدك اكتر من اي حاجه تانية زي ما فدنا شخصيا. شكرا ليكم واتمنى اسمع رايكم، ولو عندكم اي اسئله سيبوها في الكومنتات وان شاء الله باذن الله اجاوبها، ويمكن كمان اعمل حلقه عليها. يلا اشوفكم بخير، مع السلامه.